بداية، وفي موقف مشرف ويفتخر به كل الجزائريين اتجاه القضية الفلسطينية، حيث قال الرئيس عبد المجيد تبون بأن الجيش الجزائري جاهز لدخول غزة لبناء 3 مستشفيات في حال تم فتح الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة. وقال في هذا الصدد: أقسم بالله لو ساعدونا في فتح الحدود بين مصر وغزة لدينا ما نقوم به. وأضاف بأن الجيش جاهز، وبمجرد فتح الحدود سندخل غزة بالشاحنات والعتاد، وفي ظرف قياسي مدته 20 يوما سنبني 3 مستشفيات. وفهمت هذه التصريحات بأن استفزاز للدولة المصرية واستفزاز لموقفها اتجاه القضية الفلسطينية. وهناك من استغل تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون من أجل توتير العلاقات بين الجزائر ومصر، والتي الآن تشهد علاقات متينة بين البلدين. وفي هذا الصدد قال الباحث في شؤون الأمن القومي المصري أحمد رفعت لموقع روسيا اليوم إن مصر والجزائر شقيقتان تربطهما علاقات استثنائية فيها الدم والنضال والجهاد والانتصارات والانكسارات الواحدة، وساعدنا ثورة الجزائر حتى انتصرت، ودعمونا في حروبنا إلى حد شراء صفقات سلاح وإرسال أكبر قوات في حرب أكتوبر وصلت للجبهة المصرية. وأضاف الباحث موضحا ما كان يقصد به الرئيس تبون في تصريحه قائلا: غير مقبول أي جهة التربص لهذه العلاقات، فالرئيس الجزائري يقصد إرسال المساعدات للأشقاء في غزة. وبالفعل هناك مشكلة في رفح أعلنت عنها مصر ورفضت التعامل مع الوجود الصهيوني على المعبر، لأن ذلك يعني الاعتراف بسيادة العدو على المعبر وبالتالي على رفح، وهذا سيعتبر أول اعتراف باحتلال أو سقوط غزة، ولذلك ترفضه مصر كليا.